بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعين ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر، وعدنا بمثل البدء والعود أحمد. دعوني باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيف الدائم فضيلة الشيخ دكتور حسن. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. أهلا مرحبا بكم المشاهدين. حياك الله. مشاهدينا الأفاضل، نذكر أننا في صدد استقبال استفساراتكم وأسئلتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شبكة سلام الإعلامية. بداية الشيخ، ندع أن نذهب اليوم إلى جزئية مهمة من حياة الفرد أو حياة المسلم بشكل عام، والتي تمثل نصف دينه، ألا وهي الزواج. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هل هذا الحديث يعتبر توجيها نبويا كريما من النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه يعتبر أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعامل الإنسان معه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من حكمة الله تبارك وتعالى أنه خلق هذا الإنسان ليكون خليفته في الأرض، وخلقه من نفس واحدة كما أخبر الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ثم أقام من خلال قانون الجعل، قانون الخلق ونقطة البدء، وقانون الجعل هو قانون الصيرورة. فمن خلال عملية الصيرورة نشأت الأسر، علاقات زوجية نشأت من خلالها المجموعات البسيطة الأسرية، ثم نشأت القبائل، ثم نشأت الشعوب والأمم. وهذا قانون جعل. على كل جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني ما قال خلقناكم شعوبا وقبائل. وقانون الجعل هو عملية صيرورة في إطار الحراك الإنساني المستمر. فمن حكمة الله تبارك وتعالى أنه خلق هذا الإنسان ليكون خليفته في الأرض، وليقيم علاقاته وفق منهجه سبحانه وتعالى، وفق منهج الله. وهنالك خلق من نوع آخر، وهو الخلق الحيواني. فالإنسان يشترك مع الخلائق في عدة مستويات، ولكنه يفترق عنها في بعد معين، وهو بعد التلقي لأوامر الله سبحانه وتعالى المرتبط بالروح، هذا الجانب. وقد يلتقي في بعد من الأبعاد، في البعد الحيواني مثلا، فهو في بعض جوانبه فيه النسق الحيواني موجود من أكل وشرب وعلاقات جنسية مثلا، فهذه علاقات على كل حيوانية موجودة. لكن الله تبارك وتعالى من خلال الارتباط الشرعي بين الزوجين انتقل من الإنسان من علاقات طبيعية ذات طابع حيواني إلى علاقات إنسانية ذات طابع له علاقة بالشريعة. الطابع الحيواني هو غرائزي، الطابع الشرعي هو تعاقدي. هذه مسألة مهمة في موضوع الزواج. ثم هنالك نقطة قبل أن آتي إلى الإجابة على السؤال، وهو أن الله تبارك وتعالى في إطار العلاقات بين الزوجين قامت مسألة الارتباط على مسألة مهمة جدا دينيا، وهي مسألة العفة وحفظ الفروج وترك الفواحش والتزام ما أمر الله تبارك وتعالى في إقامة العلاقات. دي مسألة مهمة جدا. يعني ستلاحظ بأن الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب العزيز جعل هنالك استجابة للعلاقات الفطرية في الإنسان، العلاقات الغرائزية، لكن ضمن الشريعة، وهو موضوع تحصين النفس البشرية من الفواحش. وهنا ستلاحظ سبحان الله موضوع الفواحش تناوله القرآن الكريم
في أكثر من آية وفي أكثر من نوع. فهنالك فواحش بين رجل وامرأة، وهنالك فواحش بين النوع والنوع. النوع يأخذ طابعين: علاقات غير مشروعة بين رجل ورجل، وعلاقات غير مشروعة بين امرأة وامرأة. ثم هنالك علاقات غير مشروعة أيضا بين رجل وامرأة ولكن في أوصاف أخرى، مثلا مثل زواج زوجات الآباء يسميه القرآن فاحشة، والعلاقات السرية الخفية بين متزوج ومتزوجة يسميها أيضا نوع من العلاقة. فهذه كلها تعتبر على كل فوق. فالشاهد أن القرآن الكريم أرادنا أن نخرج من دائرة الفحش، دائرة الفحش بهذه الأصناف المختلفة، سواء كان زنا أو كان لواط أو كان سحاق أو كان زواج أزواج الآباء أو كان الأخدان اللي هي إقامة العلاقات الخفية السرية إلى غير ذلك. كل ذلك الله تبارك وتعالى يريد منا، يقول: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. إذا نحن الزواج هو خروج من أي شكل لعلاقة غير مشروعة ودخول في علاقة تعاقدية مشروعة. فالزواج يبدأ من هنا. هذه العلاقة توجب مسألة مهمة جدا، من جانب فيها حفظ الفروج وفيها استمرار النسل وفيها كذلك خروج من الفواحش، وفيها بعد آخر وهو اللحظة التي تبدأ في علاقة تعاقدية. ستلاحظ تبدأ معنا مؤسسة تسمى مؤسسة الأسرة، وهي بعد الزواج مباشرة تنشأ أول مؤسسة في البنيان الاجتماعي الإسلامي، وهي مؤسسة الأسرة القائمة على زوج، زوجين، وأبناء. وهنا تدخل معنا أيضا مفهوم آخر وهو مفهوم الولاية، وهو يبدأ سبحان الله مفهوم الولاية في التصور الإسلامي الذي ينتهي بنا الولاية العظمى وهي خلافة الأمة، تبدأ بالولاية الأسرية. فتنتظم المؤسسة الاجتماعية في الإسلام من الأسرة باعتبارها مؤسسة مؤسسة اجتماعية. وهنا مسألة أيضا مهمة جدا، وهو عندما نقول بأن الزواج مؤسسة تعاقدية اجتماعية، أخرجنا من ذلك مثلا، خرجنا من دائرة أنها مؤسسة تعاقدية اقتصادية. فالمؤسسة التعاقدية الاقتصادية بمعنى بائع ومشتري لا يحتاجون إلى كثير عناء. إذا كانت البضاعة حاضرة خذ وهات، أعطيك مالا وتعطيني السلعة، إلا أن يكون هنالك حاجة للشهود من خلال أن المال غير مدفوع مثلا. لكن هنا لما نقول علاقة تعاقدية ذات طابع اجتماعي، لا بد أن تحضر أدنى مستوى من مستويات المجتمع في هذه العلاقة. نعم. ولذلك الشريعة تشترط مثلا مسألة الولي ومسألة الشاهدين. لماذا؟ لأننا قلنا علاقة تعاقدية ليست اقتصادية، يعني لا تأتي المرأة والرجل بينهم ما شاء الله هذا شايل شنطته والمرأة جاهزة ليتعاملوا. إيش المطلوب؟ والله يا أخي مطلوب إنه أنا أقول قبلت وأنت تقول تطلب وتدفع لي المهر. لا، لأنه ذات طابع اجتماعي، وهنا تبدأ معنا علاقة اجتماعية، فهي علاقة تتجاوز الرجلين، تتجاوز الزوجين لتمتد إلى الأسرتين. نعم. أسرة هنا وأسرة هناك. فهذا أول من نبذة مختصرة عن موضوع العلاقات وكيف ينظر إليها الإسلام، وهي الأساس كما ذكرت للبناء الاجتماعي، البناء السياسي الذي تنتهي إليه الولاية العامة، لكن يبدأ من ولاية الرجل على أسرته، وهذه إن شاء الله ممكن نأتي إليه. فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب العفو، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هنا نلاحظ أن في هذا الحديث تقريبا تناول العلماء حكم الزواج، الحكم الأساسي للزواج، فقالوا بأن الزواج الأصل فيه أنه مندوب، الأصل فيه أنه مندوب. وهنا هو أمر ولكنه أمر غير لازم، هنا في أمر ولكنه غير لازم، لأن الأمر نفسه يأخذ عن مناحي كثيرة، يأخذ الوجوب ويأخذ المستحب ويأخذ الإرشاد ويأخذ، يعني الأمر نفسه ستلاحظ بأنه يتنوع. ولكن في هذا الحديث تحديدا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشباب وحثهم على الزواج، وبالتالي فالزواج الأصل في حكمه أنه مندوب. ثم بعد ذلك تعتريه بقية الأحكام، فقد يكون واجبا لمن كان قادرا على الزواج، يعني عنده تكاليف الزواج والقدرة على الزواج، ومع ذلك هو محتاج لأنه لا يستطيع أن يعصم نفسه من الوقوع في الفواحش، فهذا نقول واجب عليك أنك عندك القدرة وعندك الرغبة. نعم. في شخص آخر ممكن نقول له والله أنت الزواج في حقك حرام، لا يجوز. لماذا؟ إما لانعدام الرغبة أو لانعدام القدرة. قد يكون والله الشخص لا هو عنده رغبة ولا عنده أيضا عنده القدرة، وبالتالي لو أقدم على الزواج قد يكون مضرا، وما بينهما المستحب والمكروه بحسب الأحوال. فهذه أول طبيعة
الأحكام بالنسبة للزواج. يجرني هذا شيخ إلى السؤال عن المجتمعات التي يعيش فيها بعض الأشخاص، مثل البعض يعيش في مجتمعات أوروبية منفتحة أو مجتمعات غير شرعية أو غير إسلامية بشكل كبير. هل حكم الحكم العام على الشاب يندرج تحت في أي مجتمع يعني يعيش، هل المجتمع يؤثر على حكم الشاب في الزواج؟ المجتمع يؤثر من حيث أنه والله مدى سهولة، والعياذ بالله، سهولة الوقوع في الفاحشة. في مجتمعات قد لا يكون ميسور فيها الوقوع في الفاحشة، وبالتالي يمكن للإنسان أن لا يقع في هذا المحظور ولا يتيسر له هذا المحظور. لكن في مجتمعات قد يكون الموضوع فيها ميسر، الوقوع في الفواحش ميسر، وبالتالي هذا نقول له إذا تيسر عندك الحد الأدنى من القدرة المالية مع وجود هذه الرغبة فإنه يجب عليك الزواج حتى تعمل على تحصين نفسك. ما استطاع الإنسان، ما استطاع لا هذا ولا ذاك، سواء في بلاد المسلمين أو سواء في بلاد غير المسلمين أو البلاد المنفتحة التي يتيسر فيها كما تفضلت موضوع الوصول إلى إشباع الرقبات بعيدا عن الحلال والحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد في نفس الحديث قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم جنة، الصوم يكسر الشهوة عند الإنسان ويضيق مجاري الشيطان ويجعل الإنسان في حالة من الطهر وحالة من الارتقاء الإيماني، وبالتالي يعصم الله تبارك وتعالى هذا الشخص بالصيام. طيب قد يرغب الإنسان بالزواج ويخشى على نفسه الفتنة، لكنها تحول بينه وبين الزواج موضوع النفقة أو القضية المادية أو الأموال، إذا أنه لا يملكها أو لا يملك القدر الكافي على أنه يتزوج وينجب أبناء. فهل الفعل الصحيح ها هنا أنه يتزوج وينجب أبناء ويكون عنده مشكلة في الصرف عليهم وقد يضيعون في هذا، أم أنه لا يتزوج وقد يقع في المحظور أيضا؟ هنا أول في نقطة مهمة جدا لا بد من التنبيه إليها. نحن ذكرنا الآن موضوع الرغبة وموضوع القدرة. نعم. موضوع الرغبة طبيعي أنه معظم الناس إذا كان بلغ الرشد يكون راغبا، إن كان وضعه طبيعي وضعه سوي، أن يكون راغبا في الزواج. لكن أحيانا تحول بينه وبين الزواج مسألة الإنفاق المادي الذي يتطلبه الشخص أثناء الزواج، وهذه على كل نقطة تحتاج إلى تفصيل كثير جدا. لكن بعض الناس ليست مشكلته في هذه، إنما مشكلته في أنه قد يكون عنده الآن ما يمكن أن يقدم به على الزواج، ولكن لا يملك مثلا فرصة للعمل، أو في مجتمع قد يكون فيه الوضع العملي بالنسبة له صعب. فهنا تأتي الإشكالية، إما أنه غير قادر على العمل، وإما أنه غير قادر على الدفع الأولي. فبالنسبة للجانب الأول الأمر على كلنا، النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أو أخبرنا بأنه ما من شخص طلب الزواج أو رغب في الزواج بنية صادقة إلا وأعانه الله تبارك وتعالى، يعني يعان بأي طريقة من الطرق. ولكن بعض الناس تجد سبحان الله نسبة الحسابات المادية عنده عالية، سواء كان في نفقات الزواج أو في التفكير لما بعد الزواج، وهذه إشكالية كبيرة جدا. يعني بعض الناس هو أسير لما بعد الزواج، وهو ينسى هنا طبعا، وهو يعني إذا كان أصلا قادر فالصحيح أنه يفكر في أن يضرب في الأرض ويمشي في هذه الأرض ويكتسب، اشتغل، يعني ما في مشكلة. وليس بلازم أنك والله تكون أسير لشهادة من الشهادات أو لطبيعة عمل من الأعمال، لا، أنت انظر في الساحة التي أمامك والفرص التي متاحة. فبعض الناس تجد هو الذي يضيق على نفسه، لم يضيق الله عليه، يعني ما ضيق الله تبارك وتعالى على الإنسان، ولكن هو من يضيق على نفسه، بمعنى هو مقيد نفسه بوظيفة لا بد أن يتوظف، وفي الوظيفة ضمن الشهادة التي هو يملكها، وفي الوظيفة ضمن أجهزة الدولة. بعض الناس يقول لك لا، أنا أريد وظيفة وظيفة حكومية مستمرة، لا يريد أن يذهب إلى الأسواق ليجاسف مع الناس ويغامر وينزل إلى الأسواق وفقا لقاعدة عبد الرحمن بن عوف: دلوني على السوق. فهذا الجانب أول. في هذا الاتجاه أنا أقول أولا علينا أن نتذكر بأن الله هو الحي الرزاق. هذه لا بد أن تكون عقيدة المسلم، أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا ما دمنا أحياء، يرزقنا ما دمنا أحياء. ثم أيضا في نقطة مهمة جدا، بعض الناس يتصور بأن هذه المرأة التي سيرتبط بها ستأكل من رزقه، وهذا خطأ. هي ستأتيك برزقها. هذه لا، يعني للأسف الشديد في إطار حالات الزواج بعض الناس تغيب عنه البعد الإيماني، البعد العقائدي، وهو أن المرأة ما تأكل من رزقك، هي تدخل عليك برزقها، تدخل عليك برزقها. فلا تنظر إليها بأنها مصدر أكل،
ولكن انظر إليها أيضا مدخل مداخل الرزق، نعم. وهي مصدر من مصادر الأرزاق، وهذه حقيقة مجربة بشكل كبير جدا لمن أقدم عليها بهذه الروح، وهو أنه والله أحيانا تجد الشخص وهو في العزوبية وضع صعب جدا، فإذا تزوج تغيرت حياته، وقد تتغير حياته بسببها لأنها قد تكون مرزوقة أكثر منه. بعض الناس هو قد لا يكون مرزوق ولكن زوجته تكون مرزوق، فهذا على كل قد لا تكون عند كثير من الناس ربما مقنع، لأن الآن الوضع المادي عندنا صار مسيطر جدا، وعالم الماديات صار هو الحاكم في حركتنا وفي تفكيرنا يعني بعد الغيب وبعد الله وبعد الرزق من الله وفي السماء رزق، هذه للأسف الشديد ضعيفة جدا. لكن هذا أصيل في موضوع الزواج، يعني من أقدم وهو موقن بأن الله تبارك وتعالى سيعينه ويرزقه وأنه سيتوكل عليه ويرزقه من حيث لا يحتسب، إذا أقدم بهذه الروح فتيقن تماما وأقدم بروح أنه يريد أن يعف نفسه وأن لا يقع في الحرام، إن الله تبارك وتعالى لن يضيع هذا الإنسان، وبالتالي يبقى الإنسان كيف يوفر الحد الأدنى. وهذا يجرنا بطبيعة الحال أيضا إلى مناشدة المجتمع بأهمية أن ييسروا للناس موضوع المهور، هذه المهور التي بالغ الناس فيها، والصرف البذخي، والشخص نفسه يقول لك أن لا يمكن أن أكون دون أصدقائي، والزوجة أيضا تقول والله أنا لا يمكن أن أكون دون أخواتي أو دون رفيقاتي أو دون مثيلاتي، فلان عملوا لها النوع الفلاني من الطقم والنوع الفلاني من الذهب والنوع الفلاني من البيت والنوع الفلاني من الاحتفال. كل ذلك للأسف الشديد في وضعنا الراهن نحتاج إلى أن نتخفف من هذا الوضع وأن ننظر إلى موضوع العفة والستر وحفظ الفروج أكثر من قضية الأبهة التي للأسف الشديد تضيع على الناس كثيرا من أمور الدين. طيب يجرنا هذا أيضا للحديث عن المجتمع مرة أخرى فيما يحصل في قضية غلاء المهور أو كثرة الطلبات من الزوج في حال التقدم. هل هذا شرعا جائز لا بأس به أم له أحكام أخرى؟ هو من حيث الأصل كما يقول ابن عبد البر، يقول الأصل الإجماع منعقد على أنه لا حد لأكثر المهور حسب حال الإنسان. فمن كان ذو ميسرة وعنده ما شاء الله مال فلينفق مما آتاه الله، ما في إشكال، ولكن تحثك الشريعة من حيث الحث والمناشدة كما يقال على أن الإنسان كلما كان مهره أقل، إنفاقه في الزواج أقل، فإن ذلك فيه من البركة والخير الكثير جدا والعمل، لأنه على الأقل لا يعطل الزواج بسبب أنه والله فلان فقير أو أمواله قليلة، لا، هو يعطيه. جاه ما شاء الله لبنت واحدة جاه غني فيتعامل معه بغناه، جاه واحد آخر فقير يتعامل معه بفقره، فليس بلازم أن نضع القوالب كلها ضمن قاعدة الغنى وإيه، يعني كلنا نضعها في قالب واحد، إنه والله المستوى الذي يجب أن نتعامل به مع الناس في الزواج هو هذا، لا، في شخص ما شاء الله يعطي قنطارا من الذهب، وفي شخص آخر يجيب لك وقيع، وفي شخص يجيب لك مثلا جرام. لكن على كل الإمام مالك مثلا كان يحبذ أن لا يكون المهر أقل من ربع دينار مثلا، هذا حد أدنى. لكن منهم من قال والله لا دليل على هذا التحديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن أن الإنسان يمكن أن يأتي ولو بخاتم من حديد. لكن الإمام مالك نظر إلى أنه لابد أن يكون في قيمة مالية معينة لهذا الذي يعطى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الحديد هو دلالة على التقليل للمهور وليس دلالة على أن هذا جائز في الموضوع. فعلى كل لابد أن يكون في حد أدنى، ويكون هنالك الباب مفتوح لمن وهبه الله تبارك وتعالى. وإن كان أيضا بعض الناس الآن يعني صاروا ينصحون في قضية المهور بأن الإنسان عندما يأتي إلى المهر حتى لا يشوش على الشباب الآخرين في الحي أو في المنطقة أو كذا ويجعل الأمور تتداخل، يعطي في البداية ما هو سائد في البيئة، ثم إذا دخل بزوجته أو ذهب يعطيها ما شاء الله له أن يعطيها، فلا حرج في ذلك على كل حال. هل المهور نقدر نقول قيمة مجتمعية أم قيمة دينية؟ يعني ما المقصود منها؟ هو على كل هي قيمة دينية ابتداء، المهر هو قيمة دينية، والمقصود منها على كل تكلم العلماء في هذا الجانب ما قالوا لأن الله تبارك وتعالى أراد تشريف هذه المرأة وتكريم هذه المرأة، وألا يعدها الشخص بأنها وضيعة، لأن كلما الإنسان سبحان الله هكذا جبل، كلما دفع في الشيء كلما قيمه، كلما دفع في الشيء كلما قيمه. ولذلك هي عبارة عن هبة وعطية من الله تبارك وتعالى وإيتاء منه سبحانه وتعالى للمرأة، ولكن ليست ذات طابع اجتماعي بمعنى أنه والله هي ندخل فيه في باب المفاخرة، بقدر ما هي إعطاء قيمة لهذه المرأة وإثبات الجدية بأن هذا الشخص قادر على
أن يلتزم لها بكل ما تريد. وفيها أيضا جانب آخر، وهو كما ذكره كذلك بعض الفقهاء، وهو أن الرجل سيكون رئيسا وينقل ولاية المرأة إلى ولايته، يخرجها من ولاية والدها إلى ولايته، وسيلزمها بعد ذلك بالطاعة. فعلى كل تكلموا في هذا الاتجاه، بحيث مسألة إعطاء الرجل المهر سواء في حده الأدنى أو في حده الأعلى هي محاولة تشريف وتكريم وإثبات الجدية، ووضع المرأة في أنه يثبت لها الرغبة الصادقة في أنه يريدها بشكل جاد. طيب جميل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أبي هريرة: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قد يتبادر إلى الذهن هنا سؤال: إذا كانت المرأة تنكح لمالها فقد يكون هذا في ظاهره زواج مصلحة، أو أنه زواج لن يدوم أو لن يستمر بحكم أنه مبني على مصلحة أو كذا. ما الرأي في هذا؟ نعم. هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن واقع، والحديث ليس فيه تشريع هذا الجانب إلا في نهايته. في آخر الحديث فيه تشريع، لكن في أول الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن واقع الناس هكذا. لو سألنا الناس، كل واحد الآن قد تجد واحد يقول لك أنا أتزوج المرأة الجميلة، واحد آخر يقول لك أنا تهمني في المرأة أن تكون امرأة ذات مال، واحد ثالث يقول لك أنا يهمني جدا أن تكون المرأة من أصل ومن نسب محترم. فكل إنسان له وفي من الناس من يهمه في كل ذلك الدين والخلق، يقول لك أنا يهمني في المرأة أن تكون دينة خلوق. فهنا النبي أخبر عن هذا الواقع، قال تنكح المرأة، أي عند الناس تعامل البشر واقع الاجتماعي هذا هو، منهم من يقدم عليها لمالها، منهم لجمالها، لحسبها، لنسبها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريع والتحفيز لهذا الجانب والإرشاد يقول لك فاصفر بذات الدين. هنا يدخل عندنا موضوع التوجيه النبوي، اللي هو أن ذات الدين هي التي سيبقى معك خيرها، وسيبقى معك أمرها إلى الآخرة، ربما أنها تنتقل معك إلى الآخرة وهي على هذا الجانب. لكن صاحبة المال مالها قد يزول، وصاحبة الجمال جمالها أيضا قد يذهب، وصاحبة الحسب أيضا ليس ثابتا. الحسب أيضا حالة هي نسبية، قد تكون اليوم الأسرة في وضع اجتماعي مرموق، وغدا قد تكون في وضع اجتماعي آخر، تختلف الأمور. لكن صاحبة الدين كلما ازدادت في عبادة ربها وازدادت في التقرب إلى الله، فإن ذلك سيكون دائما وتستمر معك إلى الآخرة، بحيث يوم القيامة قد تكون أنت في مستوى وهي في مستوى، فإذا بأحد الزوجين يرفع صاحبه إلى المقام الذي هو فيه من العلو. فهي حالة إخبار عن واقع وتوجيه بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بشكل اجتماعي أو بشكل أخلاقي، هل تعتقد أو هل ممكن الزواج المبني على مصلحة، أو كما ذكر أنه تنكح لمالها، هل يكون زواجا فاسدا أو لا يستمر أو ما إلى ذلك؟ لا، هو على كل يتوقف، هذه الأمور كلها تتوقف بعد ذلك على كيفية التعاطي. مثلا بعض الناس قد يقدم على امرأة ذات مال راغبا في مالها، ولكن الله تبارك وتعالى يشرح صدره لحبها وتستمر العلاقة بينهما على أفضل ما يكون، وينسى قضية المال، بل ربما يندم أنه تزوجها لمالها، كان ينبغي أن ينحي هذا الجانب. فعلى كل يتوقف على أخلاقيات الرجل. بعض الناس همه كله أن يحصل على ما عندها من مال، فإذا لم تمكنه من مالها طلقها. هذه الخطورة. مثلا يتصور، وهذه للأسف الشديد شاهدنا كثير من الناس من هذا النوع، وهو أنه يكون عينه على مالها ويدخل على هذا الباب، ثم بعد فترة يجد أنه والله لا تمكنه من مالها، ومن حقها طبعا أن لا تمكنه من مالها، فهي طبعا صاحبة المال وصاحبة القوامة على مالها، فليس من حق الرجل أن يسطو على مالها بأي شكل من الأشكال. فإذا منعته من المال فكر بعد ذلك في الفكاك منها. هذا نوع على كل. وفي نوع آخر لا، قد يكون ينظر إلى المسألة بزاوية مختلفة، وهو أنه دخل صحيح بمدخل، ولكن قد يتحول هذا الموضوع وتحصل بينهم مودة ويحصل بينهم رحمة ويحصل بينهم أبناء، بل ربما يفتح الله عليه بعيدا عن مالها فيستغني أيضا عن هذا المال. ومنهم أصلا الرغبة نفسها في مالها، في أنه هو صحيح قد يكون هو بحاجة إلى مال وهي بحاجة إلى الستر، فيتكاملان. نعم. يتكاملان. فعلى كل مسألة الحكم المطلق على هذه القضايا مسألة فيها صعوبة، لأنه بعض الناس تجد سبحان الله يحصل تحولات، في النهاية بشر
وقلوب الناس تتقلب وتتحول يعني من حال إلى حال. شاكر لك شيخنا. للحديث بقية مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، ولكن بعد هذا الفاصل. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ عدنا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان بعد هذا الفاصل القصير، والعودة لكم أيضا شيخنا دكتور حسن. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هل هنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج
صاحب الخلق بغض النظر عن حالته المادية أو نسبه كما ذكر في نكاح المرأة كما تقدم عندنا؟ طبعا موضوع الزواج وأحكامه سواء في جانب التقدم الأول اللي هي الخطبة أو موضوع العقد والاستمرار فيه والقبول، هنالك جملة من الأحكام لا بد من استصحابها. منها مثلا أن يكون هنالك قبولا لدى الطرفين، فقد يكون الرجل دينا وقد يكون كذلك خلوقا، ولكن المرأة لا تتقبله، فهنا لا نستطيع أن ننزل عليها هذا الحديث، لا نستطيع أن ننزل عليها. لكن كأنما والله أعلم هذا الحديث أولا لابد أن أنبه لأن هذا الحديث مختلف في صحته من حيث الصحة والضعف. فالإمام الترمذي مثلا جعله حسنا لغيره، وكذلك الحاكم في المستدرك، والإمام البخاري عده من الأحاديث المرسلة فلم يحكم عليه على كل بالصحة. لكن لو أردنا أن نتعامل معه بنفس الحكم الذي يعني ذكره الإمام الترمذي والحاكم واعتبرنا حسن لغيره، لا بد أن نجمعه مع بقية النصوص، وهو أن هذا الحديث لا يلقي الاختيار، لكنه يلقي ربما التعنت أحيانا في القبول في قضايا غير مبررة، كأن يرفض الإنسان مثلا لفقره، أو يرفض الإنسان مثلا لنسبه، أو يعني بعض الأشياء اللي قد لا تكون موضوعية في إطار الجانب. لكن أن تكون البنت تقول بأني والله لا أشعر نحوه بالقبول، هذه مسألة طبيعية لا تستطيع أن تجبر المرأة بالذات، ولا تجبر أيضا الرجل، فالرجل أيضا إذا رأى المرأة لا تعجبه من الهلولة تلقائيا لا يمكن أن يتقبلها. فنحن ابتداء لا بد أن يكون هنالك عملية القبول. لكن الذي يواجهنا في مجتمعاتنا أحيانا تكون البنت قابلة عندها القبول والرضا، والرجل أيضا عنده القبول والرضا، ولكن تأتي العوائد وتأتي العادات وتأتي التقاليد وتأتي الأسر لتعيق الوصول ما بين هذين الزوجين. هنا على كل قد يكون هذا الحديث يعني من الأحاديث التي تحذر المجتمع من أن يرد صاحب الدين والخلق، فكأنما النبي صلى الله عليه وسلم كما قال فاصفر بذات الدين تربت يداك، هنا أيضا يحدد لنا قيمة معينة وهي قيمة الأخلاق وقيمة التدين بالنسبة للإنسان. لكن لا يعني ذلك عدم النظر لاعتبارات الأخرى، وهو على كل بعض الفقهاء طبعا تكلموا في هذا الاتجاه في أمور قد تكون محل خلاف مثل موضوع التكافؤ وغيرها، لكن لو نظرت إليها في إطار البنية الاجتماعية عموما في المجتمعات ستلاحظ بأن هذه المسألة لها أيضا من الاعتبارات الاجتماعية، هنا لا أتكلم اعتبارات شرعية، وهو التقارب في المستويات العلمية، التقارب في المستويات الاجتماعية من حيث الوضع الاجتماعي، لأن بعض الناس أحيانا التفاوت الاجتماعي الكبير أحيانا لا يؤدي إلى الاستمرار في الزواج، لأنها يعني مثلا نلاحظ أن الإسلام كسر الحواجز الجاهلية في قضية التزاوج بين الناس، بين أن هذا عربي وهذا عجمي، أو هذا من طبقة عليا وهذا من طبقة دنيا، كسرها الإسلام في إطار البيت النبوي. فلما يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من زينب لأن تتزوج زيد وهي القرشية الهاشمية، يعني مسألة القرشية طبعا اللي هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا سنلاحظ بأن امرأة تشعر بأنها في وضع اجتماعي كبير جدا، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجها من شخص في نظر المجتمع في ذلك الوقت هو من العبيد أو من الموالي، هكذا يعني شخص من طبقات الدنيا هكذا ينظر إليه. ولكن أراد الله تبارك وتعالى أن قمة ما ينبغي أن يصل إليه التطبيق البشري لهذا الدين هو في البيت النبوي وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد الله تبارك وتعالى بعد ذلك سيبطل بنفس هذه المرأة، يبطل أيضا موضوع التبني. فعلى كل كانت زينب رافضة للزواج وأخوها أيضا رافض للزواج، ومع ذلك لما علموا أن الله يريد ذلك قالوا ما كان لنا الخيرة وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فقبلوا بذلك. لكن لاحظ هي قبلت، ولكن ظلت العلاقات بينها وبين زيد متوترة دوما بهذا التفاوت. ولذلك بعض الفقهاء لما تكلموا عن موضوع الكفاءة وما الكفاءة، بعض الناس طبعا يتصور بأن هؤلاء الفقهاء يزجون قضايا لا علاقة لها بالنصوص وكذا، لكن قضية الزواج هي قضية اجتماعية وقضية شرعية في نفس الوقت، فهم يراعون كافة الاعتبارات التي تؤدي إلى نجاح تجربة الزواج أو مؤسسة الزواج لتصل إلى آياته. فموضوع التكافؤ إلى حد كبير أيضا من القضايا اللي ربما وضع لها على،
لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الأصل الحد الأدنى الذي يفترض أن تراعيه أنت في عملية الاختيار، وضع بعد ذلك ما يمكن أن يؤدي إلى نجاح العملية، ولكن أهم شيء هو الدين والأخلاق. بعض الناس سبحان الله لا يهمه كثيرا دين الإنسان ولا خلق الإنسان ولا التزام الإنسان، أول ما يسألك عن وضعه المادي، يقول لك والله كيف وضعه المادي. وهذا طبعا خلل كبير جدا في نظرتنا للعلاقات الإنسانية. العلاقات الإنسانية ليست مادة، ليست هي فقط فلوس، ولا السعادة أيضا يمكن أن تستجلب بالفلوس. وكم من أناس يعيشون شقاء وهم ما شاء الله بين يعني في قصور، وكم من أناس تجدهم سعداء جدا وهم في أكواخ. فهذه المسائل نسبية في نهاية المطاف. إذا توفر الإنسان الإيمان وتوفر له الأخلاق قد يكون أفضل بكثير من شخص لا دين له ولا أخلاق له، وربما في هذه الأموال نفسها يسخرها والعياذ بالله في معصية الله تبارك وتعالى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم على كل يحث الناس على مراعاة هذا الجانب، لكن كما قلت نراعي أيضا الاعتبارات الأخرى. نعم. اللي هي موضوع الباء التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هل هنالك الحد الأدنى من القدرة؟ هل الشخص مسؤول؟ لأن والد البنت من حقها أن يطمئن على قدرة الشخص مسؤوليته. أنت تريد أن تتعرف على يعني إنسان مثلا لا علاقة له بالعمل مطلقا، شخص متسيب كسلان، غير جاد في دراسته، غير جاد في العمل إذا تخرج، هذا لا يمكن أن تجاسي بأنك أنت تعطيه لكن شخص آخر تجده سبحان الله يوم يلقى ويوم ما يلقى، لكن أنت تشعر بأن هذا الشخص جاد في عمله، كل يوم نازل إلى السوق. هذا يختلف عن الشخص اللي 24 ساعة مرابط في البيت وما يبالي بأنه والله ما. فهذه القضايا ينبغي أن تراعى في الجانب الأسري، فهم يراعون الأخلاق ويراعون الدين ويراعون كذلك المسؤولية، يراعون أن الشخص يكون مسؤولا. طيب جميل. هذا تكلمنا الآن فيما يتعلق ما قبل الزواج، من يتزوج الإنسان وكيف يتزوج ومتى يتزوج. ماذا عن ما بعد ذلك؟ إذا دخل الإنسان في الحياة الزوجية، كيف وجه الشرع كيف وجه الشرع البشر أو المسلمين بشكل عام في تعاملهم مع أزواجهم؟ ما هي الطريقة الصحيحة؟ على كل إسلام له منظومته في التعاقد، وله منظومته في المؤسسات، وله نموذجه الخاص. هذه لابد أن يدركها الناس. للأسف الشديد نحن الآن لأن النموذج الغالب حاليا هو النموذج الغربي، والناس تقلد بطبيعتها كما يقول ابن خلدون، المغلوب يقول مولع أبدا بتقليد الغالب. فنحن الآن في حالة تقليد مستمر، لكن البنية الأساسية أنا ذكرت بأنها الزواج هي علاقات تعاقدية اجتماعية شرعية، علاقات تعاقدية، وكل واحدة من هذه العبارات لها على كل تفصيل، ما يمكن أن يكون فيها تفصيل. فلما نقول شرعية هنا ننفي منها قضية العلاقات بين الرجل والرجل، اللي الآن يريد مثلا النظام الدولي يشرعنها بحجة زواج زواج المثليين مثلا. بالنسبة لنا هذا زواج باطل ولا يعتبر أصلا ولا يعتد به. لماذا؟ لأن العلاقات الزوجية تقوم بين نوعين ذكر وأنثى، لا تقوم بين مثيلين. فلا تقوم علاقة زوجية بين امرأة وامرأة، ولا تقوم علاقة زوجية بين رجل ورجل. هذه علاقات باطلة بطبيعة الحال. لكن بالنسبة لنا هي علاقات بين رجل وامرأة، ووفق تعاقد شرعي، ووفق التزامات يقوم بها كل طرف، وضمن إطار اجتماعي وشهود على كل تحضره الأسرة. فإذا توفرت هذه المسألة، وأيضا عملية قبول، ليس هنالك أيضا إكراه، فلا تجبر البنت ولا يجبر أيضا الولد على أن يتزوج ما لا يريد. للأسف الشديد هذه طبعا فيها قضايا كثيرة. لكن بعد أن تتم، أنا في البداية ذكرت بأن تبدأ الولاية الإسلامية من هنا، تبدأ الولاية الإسلامية في موضوع لمن الرئاسة في داخل هذا البيت ولمن الإمرة في داخل هذا البيت. فإذا كان الشارع قد نظم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد نظم عملية المسافرين، إذا كنتم في سفر، إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم أحدكم، وإذا كنتم في سفر أمروا أحدكم. فإذا كان في السفر الطارئ العارض، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحدد من هو الشخص الذي نأتمر بأمره. فكيف بأسرة تريد أن تنشأ ونظام على كل سينشأ فيها أولاد وفيها على كل ترابط اجتماعي، وهنالك زوج هنالك زوجين وهنالك أسرة، وقد تمتد هذه الأسرة. هنا الولاية تبدأ من هنا. فالولاية أول شيء هي للرجل، ولاية للرجل بما فضل الله بعضكم على بعض، وبما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم. فهنا في تفضيل، وهي درجة القوامة، هذه الدرجة التي جعلها الله تبارك وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة هي درجة التفضيل في مسألة القوامة، فجعل الله تبارك للرجل قوامة في بيته.
رتب على هذه القوامة أن الإنفاق المالي عليه وليس على غيره، يعني المرأة ليست مطالبة بالإنفاق المالي، لكن أيضا هي عندها من الاستحقاقات المالية في كل ما يكسبه هذا الرجل في مسيرة حياته، لها على كل النصيب من هذا الجانب. فتترتب عليه الاستحقاقات المالية، تترتب عليه موضوع القوامة وأن يكون هو القائم على الأمر، تترتب عليه موضوع الرعاية الشاملة لهذه الأسرة تعليما وتربية وتوجيها وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وقوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه كلها تجب على الزوج. كذلك المرأة لها جانب آخر وهو أنها هي التي يعني تتولى مهمة الترتيب والتنظيم والرعاية للأطفال في غيبة الرجل. نعم. لا بد أن تتولى هذا الموضوع، وبالتالي أيضا هنا عليها أيضا طاعة زوجها لأن ما دام أن الولاية ترتبت أن الولاية للزوج فلا بد أن تكون الزوجة مطيعة لهذا الزوج في إدارة وترتيب أعمال البيت. وهنا طبعا نحن لا نبسط شأن المؤسسة الأسرية. يعني الآن واحد لو عنده شركة فيها 5 عمال تجده يضع لوائح ونظم وتوقيتات وبرامج وكذا في سبيل أن تكون هذه الشركة شركة منضبطة، ولا يقبل من أعضاء هذه الشركة أن يخرجوا عن نظامه وعن قانونه. نعم. فما بالك بأسرة وتريد أن تكون هذه الأسرة لها مستقبل كبير جدا، فهنا لا بد أن تكون القوامة تترتب عليها موضوع الطاعة، ثم يترتب ما بين الطرفين عملية التعاون المشترك بحيث هو يساعدها في مهامها وهي أيضا تساعده في مهامه حتى تكون إن شاء الله الأسرة ناجحة. فعلى كل هذه بعض الحقوق اللي تكون بين الطرفين. ممتاز. وردنا سؤال عبر الفيسبوك، السائلة تقول: متى تطلب المرأة الطلاق علما أنه آخر حل للمشاكل ما بين الزوجين؟ على كل هو الواحد من الصعب أن يحصر الأمر، لأنه قد تكون هنالك جوانب مادية، قد تكون هنالك جوانب غير مادية. فمثلا المرأة التي زوجها عاجز تماما عن أن ينفق عليها وهي أيضا غير قادرة أن تنفق على نفسها، هذه قد تطلب الطلاق. بالذات العجز عن النفقة واحدة من موجبات الطلاق. إذا كان الرجل مثلا سيء الأخلاق وخاصة يتجاوز سوء أخلاقه إلى والدي المرأة، يعني في بعض القوانين أمس القانون السوداني مثلا تجد أن الرجل إذا أساء إلى والدي المرأة من حق المرأة تطالب الطلاق قانونا. إذا شتم أمها أو شتم والدها أو شتم، هذا الجانب قد يكون مبرر، على كل مبرر لها أن تطلب الطلاق. نعم. الجانب الثالث مثلا لا يعاشرها المعاشرة المعروفة بين الزوجين فمهملها لا يلتفت إليها، وهي بحاجة إلى العفة، بحاجة إلى أن تحفظ نفسها وتجد أن الرجل لا يبالي بها وهي تخشى على نفسها أن تقع في الحرام. فهنا أسوأ شيء أنها والله تعيش في جو هي تحسب هنا حسابات المال وأن والله لو اتطلقت ولكنها تقع في المحظور وتقع فيما نهى الله تبارك وتعالى. هنا نقول لها مباشرة: أنت اللحظة التي تشعرين بأنك بحاجة إلى زوج وأن هذا الزوج لا يستطيع أن يشبع رقباتك وليس هنالك ما يمكن أن يكون هنالك مضرة أكبر، هو حقيقة لا توجد مضرة بالنسبة للمرأة أسوأ من أن تقع في الفاحشة وهي تحت اسمة رجل، فهذه يحق لها أيضا أن تطالب بالطلاق. أيضا إذا شعرت بأنه والله هذا الرجل مثلا يرتكب الكبائر والفواحش الكبرى التي لا تستطيع معه أن تربي أبناء صالحين، هذه أيضا مسألة تقديرية على كل تحتاج إلى أن تضعها المرأة نصب عينها. فمن النساء يقول لك والله أنا لا أستطيع أن أربي أبنائي تحت رجل مثلا يتعاطى الخمور، أن أبنائي سيكونون فهذه على كل مسألة تقديرية، يعني أيهما أفضل أن يكونوا تحت إمرة الأب ووجود الأب وكذا مع حرصها أن لا يشاهدون مثلا والدهم في وضعية غير طبيعية وهي تقوم بترتيب هذا الموضوع، أم أنها الأفضل أن تفارق وتربي أبناء. فكل هذه القضايا على كل مسائل تقديرية يمكن للرجل. أيضا الغيبة الطويلة التي لا يلتفت فيها الزوج، يعني بعض الناس تجده يسافر إلى بلد أو يغترب ويترك الأسرة ودون عائل ودون مسؤولية ولا يسأل عنهم، هذه برضو من الأشياء اللي يحق لها أن تطالب. إذن باختصار ممكن فيما ذكرت إسقاط النفقة، ارتكاب الكبائر، عدم الالتفات إلى المرأة والغيبة الطويلة من الأسباب الداعية لطلب الطلاق المرأة. طيب، عودا إلى الأسئلة الواردة عندنا شيخنا، ماذا عن الأطفال والخلفة؟ الظهر ما يسمى بتحديد النسل أو ضبط النسل، ويعرف أيضا بمنع الحمل أو تنظيم الخصوبة، وهي وسائل وأجهزة تستخدم لمنع الحمل أو تقليل احتمالاته. ما هو الحكم الشرعي في هذا؟
على كل هذه موضوع تحديد النسل هو مبني على الفلسفة للأسف الشديد، الفلسفة المادية القائمة على الندرة. هي في النهاية سبحان الله ستجد معظم قضايانا التشريعية والسلوكية مبنية على تصورات. فالتصورات على كل غير الإسلامية قائمة على فكرة أن الحياة الطبيعية محدودة الموارد، وأن حاجات البشرية غير محدودة. وبالتالي يقول لك والله نحن بحاجة إلى أن نكيف نفسنا. هنا طبعا عندهم بعد الغيب غير حاضر، بعد الله غير حاضر، أن الله الرزاق غير حاضر، أن في السماء رزقكم وما توعدون غير حاضر. النظر إلى هذا الإنسان بأنه يد عاملة ويد أيضا آكلة غير حاضر، إنما ينظرون إليه يدان تأكلان، والصحيح أن الإنسان يد عاملة ويد أخرى آكل، ممكن أن ننظر إليه. فعلى كل أول هذه المسألة لها علاقة ببنية الإنسان في التصورات التي يعني تكون في الحياة. لكن نحن نقول بأن موضوع التنظيم إذا تعاملنا مثلا مع قول الله تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، هذه المدة يمكن أن تكون هي مدة عموما فيها نوع من التنظيم، بمعنى أن هنالك فترة حمل وهنالك فترة رضاع. يفضل أن تراعي المرأة ويراعي الزوج هذه الفترة بين كل طفل وطفل، لأن بعض الناس سبحانه تجد المسافة بين أطفالهم 1 سنة أو 6 أشهر. فمن هذا في هذه الحالات، في حالة إكمال الرضاعة، في حالة الخوف على صحة المرأة، وهذه طبعا ستكون باستشارة طبيب مثلا مؤتمن، في حالة أيضا التأثير على الأطفال وتربيتهم والعناية بهم والاهتمام بهم، في هذه الوضعية يمكن أن تكون هنالك عملية ضبط وتنظيم باستشارة طبيب، ولكن بالنظر إلى قضية أنه والله الأرزاق وما الأرزاق، هذه المسألة على كل لا اعتبار لها. فكل مولود يأتي برزقه، وكل شخص في هذه الحياة تكفل الله تبارك وتعالى برزقه. والنبي صلى الله عليه وسلم حث أمته على التكاثر ولم يحثهم على التناقص مطلقا. تكاثروا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. طيب جميل. نجد أيضا جدل واسع حول قضية الإجهاض شيخنا. ما الحكم الشرعي في الإجهاض، وهل هنالك استثناءات أم أنه حكم واحد؟ طبعا الإجهاض جريمة بالنسبة لنا في التشريع الإسلامي، وقد تكون أيضا جريمة في كثير من القوانين الوضعية أيضا، وإن كان للأسف الشديد يعني في بعض المجتمعات وصلت حد عملية الإجهاض حد التقنين، إنه والله وسبحان الله. ونحن نقرأ قول الله تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كنا نتصور بأنها قضية جاهلية وأن العرب كانوا يفعلون ذلك. تعال الآن إلى العديد من البلدان، خاصة في البلدان الغربية والشرقية، الصين والهند، ستلاحظ بأن هنالك حالة من التنظيم للنسل. مثلا الشخص ينجب شخصا واحدا، كما هو في الصين مثلا مسموح لك أن تنجب طفل واحد، فينظر الشخص بأنه يريد ذكر ولا يريد أنثى، فلما يكتشف بأنه والله زوجته حامل بأنثى يذهب مباشرة إلى مستشفيات معدة لهذا الموضوع ويسقط هذا الجنين، يئدها. للأسف الشديد هذا الوقت إلى اليوم مستمر، وتشعر بأن سبحان الله إشارة القرآن الكريم إلى هذا الوقت وهذا القتل للنفس البشرية هي حالة إنسانية وظاهرة إنسانية، وليست ظاهرة كانت في الجاهلية وتلاشت وانتهت. صحيح أولئك كانوا يقتلونها بعد أن تخرج، وهؤلاء يقتلونها هنالك ملايين من الأطفال يقتلون. وللأسف الشديد حالات الإجهاض أحيانا مرتبطة بطريقة أحيانا يتم تقطيع الجنين وهو حي، وهو حي. هذه تقريبا كثير من الدراسات تقريبا تتناول هذا الموضوع، كيف تتم عملية الإسقاط، إما أنه يقتل في داخل ثم بعد ذلك يسقطونه، أو أنه وهو حي يتم تقطيعه في داخل البطن. فهي جريمة على كل جريمة في حق نفس بشرية، وإذا كان تم ذلك بعد نفخ الروح فيه فهو قتل لنفس بشرية كاملة. الشريعة الإسلامية تتعامل مع من يجهض بعد اكتمال الروح بأنه قتل نفسا حرمها الله تبارك وتعالى. لكن منهم من يتساهل فيما قبل نفخ الروح، قد يكون فيها بعض التساهل إذا كانت هنالك ضرورات معينة. وإن كان على كل أنا شخصيا أميل إلى أن أي محاولة للتدخل غير الطبي بالنسبة للجنين بعد تشكله فهذه على كل يعني إشكاليتها كبيرة جدا. وبالتالي إذا قلنا في استثناءات فهي استثناء طبي يقدره الأطباء فيما يتعلق ما لو كان هذا الجنين يتسبب في مشكلة لوالدته،
إذا كان والله استمرار هذا الجنين يتسبب في موت الأم، في موت الأم، هنا ممكن المسألة يكون فيها تقدير على كل، لكن ما دون ذلك فإن عملية الإجهاض هي جريمة إنسانية تتعلق بقتل نفس بريئة. طيب شاكر لك شيخنا. شاكرين لكم أيضا أنتم مستمعين ومشاهدين الأفاضل في كل مكان حسن المتابعة والاستماع، والشكر موصول أيضا لسماحة الشيخ الدكتور حسن سلمان. شاكرين لك دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياك الله. فاسألوا أهل الذكر. ترقبونا في حلقات قادمة أيها المتابعون الأفاضل في كل مكان، للحديث بقية. طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh